هاي شانتال، هاي سافا كيفك؟ منيحة سافا؟ وانت؟ سافا اهلا وسهلا بالباترون. ثانك يو. شانتال، قد ايه تعبتوا وقد ايه واجهتكم صعوبات وقد ايه اخذتوا وقت تحضرتوا وحولتوا الباترون لمدينة ميلادية بامتياز؟ هلا الكابيتال دو نويل صار لها 5 سنين. السنة باترونيات يعني من 2010 كنا نعمل على طول احتفال على نويل ونزين ونعمل يعني أجواء العيد. وقفنا على كم سنة من بعد الأزمة وانفجار بيروت وكل هالقصص اللي صارت يلي كانت كتير صعبة. بقى السنة رجعنا عملنا بباترونيات. بس هي كل الباترون كابيتال دو نويل، يعني نحن اوكي بنحكي عن هون لانه الشجره موجوده هون، بس هي كل المدينه كلنا سوا عملنا عاصمه الميلاد. مشان هيك واضح انه تحولت تحول جذري، يعني بتحسي كأنه موجودة هي بالأساس لنوال. لنوال وللصيف وللبحر 100% بكل الفصول، بكل المواسم، بكل الباترون لكل الفصول. حتى الشجرة بتحسي فيها حياة عم تنبض، منا شيء جامد مع شوية أضوية. شو فيك تخبرينا عنها؟ وشو في بعد نشاطات مرقت في جنس؟ في الرسائل لبير نويل، وشو في نشاطات بعد رح تصير؟ الشجرة قصتها انه اول شيء نحن تيم اكيد، تيم طلعنا بالفكرة ونفذها نفذها حدا بروفيسيونيل اسمه عماد عاصي. وكانت كانت الحلوة لأنه فيها حياة، فيها فرحة، فيها ألوان، فيها أضوية، فيها موسيقى أنيميتد، فيها تران. يعني إنه نحن ما فكرنا إنه بدنا نعمل أحلى شيء أو أكبر شيء أو أكبر شجرة، أو الفكرة كنا إنه نعمل شيء حلو، شيء بنحبه، شيء بيعمل فرحة. واخذت السكسيل اخذته. يعني انا صراحه يعني ما كنت متوقعه هالقد. بس هي منا واقفه على السبان، هي واقفه على التور يلي بينعمل بكل الباترون. أكيد. 7 محطات هي. مزبوط. لا انا سالت عن الشجره. ايه بعرف. بس بالباترون في 7 محطات. دونك شجره بباترونيات في مغاره نويل على اول السوق الاساسي، الشارع الاساسي بالباترون، في مار قسطفين والمينا، ساحة مارجري، ساحة السيدة، دياسبورا هاوس كمان، دياسبورا فيليج، دياسبورا فيليج، والساحة السراي اللي هي فيها الكريسماس ماركت. بقى كتير المدينة كلها تحولت لعاصمة الميلاد. بقد ايه وقت؟ وقت قصير كتير. قد ايه اشتغلتي هيدا الاتوليه وراي؟ قد ايه شغله هون؟ كتير، بس شغلنا ليل نهار لانه كمان القرار بالنسبه لهون القرار اجى شوي مأخر. يعني اشتغلنا يمكن لسه انه اجى مأخر وعم تشتغلوه من قلبكم. مزبوط. وهيك كان في اكيب من الاصحاب يعني الباترونيه، واشتغلنا كلنا سوا وتعبتهم كتير معي. بس لقينا وحلو نحط شوية فرحة يعني بقلوبنا ونعطي نحن فرحة لقلوب غيرنا. خبريني شيء هيك مهضوم صار معكم انتوا عم بتحضروا. اكيد صار معكم كتير قصص حلوة وبشعة، بس خبرينا عن القصص الحلوة المهضومة. كان في كتير ستريس نخلص أكيد على الوقت ويكون كل شيء منيح، لأنه شوي بيرفكسيونيست يعني شوي بنحب إنه القصص تكون كلها ظابطة. هيدا قصص طريفة يعني ما كتير كله ستريس. كله كان شوي ستريس، بس النتيجة أكيد. بس النتيجة حلوة ومبسوطين فيها، ومبسوطين إنه الناس عم تجي على الباترون. لو بيقولوا إنه في شوية عجقة، ما عليه، هي عجقة العيد وعجقة حلوة، ومبسوطين نحن كتير إنه الناس حبت، ونحن بنحب مدينتنا كتير. لبنان كله بحب الباترون صار. كل العالم بتحب الباترون. يمكن قد ما أهلها بيعشقوها. أنا بقول قد ما أهلها بيعشقوها وبحبوها وبحبوا يستقبلوا الضيف مضيافين. ما فيك ما تحب الباترون. على كل الأحوال اللي بيجي على الباترون ما بيفل. حتى بيقولوا اللي بيتجوز بنت من الباترون بدل ما ياخدها لعنده بيجي بيقعد بالباترون وما بعد يفل. اصلا واضح هيدا الشيء يعني للعالم وقت تمشي بالسوق وتشوفي العالم فاتحه بيوتها عم بتبيع حيلا شيء رمزي، يمكن اسواره، يمكن كيك، كعكه، حيلا بتحسي في تفاعل كتير كبير بين البترنة والزوار اللي عم يجوا، وكل العالم يعني انا منهم وانا بحس حالي من الباترون. اكيد كل العالم لانه
بيحضنوا صح. بيحضنوا بيسلموا. مرة كنت مع رفيقي واقفين هيك قدام بيته، بقى مرق بنتين، قال لهم بونجور كيفكم، وهن سيروه كمان وهيك. قلت له ما بعرفهم من الباترون. قال لي لا ما بعرفهم. خلص ما بعرفهم، بس انه هن كمان عائلة سيروه. واحدة كله بصير. عائلة وحدة كتير حلو عن جد. هيدا يعني أنا على طول بقولها إنه الباترون بتعلم الانتماء. أنا يعني ربيت عندي انتماء لكل لبنان أكيد عن جد، يعني مع إنه من حارة حريك وأمي من زحلة، بس ما كنت أعرفهم من ورا الحرب وهيك. انت بعيد كثير عن البترون. بعيدة، وكان في حرب وفي حواجز، يعني صح. ما كنت جاية على الباترون قبل ما أتعرف على جبران. بقى الحلو فيها إنه ما فيك ما تتعلق فيها، ما فيك ما تحس حالك إنك أنت فرد من عائلة كتير كبيرة. وبتعلم الانتماء قد ما بحبوها أهلها. وكتير قليل الناس من الباترون ساكنين برات الباترون بلبنان. في المنتشرين برات لبنان بس كمان عندهم عشق من المطار على الباترون، ما بقعدوا يقطعوا المدفون تيرجعوا على المطار. لا واضح واضح، في يلي عشق، وهيدا شيء يلي كتير قادر حلو. يعيش هون ما بقول لا، لانه أكيد. كل شيء متوفر. في ومشي. الجو الحلو ومشي كله. هي مدينة مع ضيعة. صح. يعني هي مدينة بس فيها روح الضيعة، الناس والألفة. ما في شك. بدي توصفي لي بكلمة واحدة الباترون. الحضن. باترونيات. باترونيات جمعية انخلقت، يعني أسسها جبران للإنماء وللناس تبقى بأرضها. تجذر. باترونيات هي التجذر بالأرض. بيت المغترب. بيت المغترب كمان اتس هوم لكل مغترب، لكل حدا عايش بالاغتراب. وهي محل صغير يقدر يحس انه هيدا انتماء. البيت، انتماء والبيت. بجوعة. يا الله على البجوعة، كتير مهضومة. البجوعة اجت على البترون وما فلت. كمان البجوعة صارت رمز للبترون، وهي كتير أليفة وكتير مهضومة وبتجي بتقرب. أنا كتير صاحبة معها، بحبها كتير للبجوعة. بقى صار حتى مش من زمان مرق سرب، طارت شوي معهم إنها خلص راحت رجعت. حلو. رجعت. ما في غيرها. ما في غيرها. ما في غيرها. وكتير مهضومة وكتير يعني حتى أوقات يمكن تنزعج من العجقة، بس مهضومة بتطير بتطلع لا على بدها الاس يو تتحملنا بي، بموسم. بتروح على الاس يو بي، بتكزدر مع الناس، بتطلع على المينا، بتلاقيها على البحصة عم بتكزدر. مهضومة يعني هيك. كمان في شيء رمز. فيها بيجيب فرحة. صح. لأنه ما بتشوف حدا إلا ما بيبتسم، بس يشوفها بيضحك بيركض عليها. بقى هي كمان من أهل البترون اللي بيجيبوا فرحة لزوارها. واضح. البحصة. البحثة خي حلم. يعني بتروح بتقعد هونيك البحر قدامك بتحلم. أنا لإلي يعني بس بدي هيك رواق. أوكي. كنيسة مرصفين. بحب التواضع تبعها، مع انه هي كاتدرائية، بس الحجر الرملي هيك ما فيها كتير بهرجة. ايه ما فيها تواضع، وفيها كمان كبر بيساع الكل. بحبها هيك بتمثل البترون. وسيدة البحار. سيدة البحار هي هلا لإلي أنا بالشخصي بعتبرها هي حامية. هي هيك اللي على طول بحس إنه في حدا بظهري، في حدا حاميني، حدا عم بيعطيني السلام الداخلي. بصلي لها على طول للسلام الداخلي، وهي كمان يعني ندرت لها واستجابت. نوال مين رح يكون فيه عندكم؟ عيلة صغيرة، عيلة كبيرة؟ نوال ليلة العيد مع أهلي. أوكي. أهلي وإخواتي. ونهار العيد نحن على طول بالبترون في عائلة بيت باسيل الكبيرة. حضر الأكل ولا من بترونيات؟ طنط أمية الله يخلي لي طنط أمية الله يخلي لي إياها. لا طنط أمية هي الأساس، وهي يعني هي الحضن. هي الحضن اللي بنلجأ له. وهي بتحب تستقبل ببيتها، وبتحب تكون هي اللي طابخة بإيديها. البترون بتحب هي تحط اللقمة ببيتها. أي أكتر نوال ما بتنسيه بحياتك؟
أكتر نوال ما بنسيه بحياتي بشكل حلو أو بشكل بشكل حلو، خلينا بشكل عم نحكي حلو. عن شيء حلو. يمكن انت وقت كنت صغيره جاب لك جنرال شي كادو كنت ناطرتيه ما بتنسيه لهلا، يمكن لحظه معينه، يمكن اول مره نوال مع يارا كانت موجوده مثلا. هيدا هو هيدا هو كان يعني يارا اجت بعد معاناة اوكي. وخلقت بأكتوبر، يعني كان مفروض تخلق ب 13 تشرين، بس اوكي. أنا ما كنت حابة أبداً، الله بيحبني خلقت ب 14 تشرين مش بإرادتي، يعني هو نطرني لخلقت ب 14 تشرين، وكان ايه أول نوال معها، وكان أحلى كادو، إذا عن جد أحلى كادو. وهي بعدها لهلا هي وجابرييل وجورج يمكن أحلى شيء الله أعطانا إياه بالحياة. عسيرة الكادو، شو طلبتي كادو هلا من سانتا؟ ماشي مادي، ما بدي بين هيك لا انه مش مادي، بس انه انه الا ما ما بدي. تكوني. لا ماشي مادي، عن جد ماشي مادي، لانه وقتها بتكون آه عندك هالسلام الداخلي، ما في شيء مادي له قيمه، له قيمه اكبر. عن جد عن جد، مش يعني ما بدي بين كانه ايه، لا انا بحب الاشياء الحلوه وبنبسط بكل شيء. يمكن تكوني ونحن طلبتي كتاب، ممكن تكوني كتاب، طلبتي انا اصلا مثلا. اللي بيعرفني بيعرف انه احلى كادو عندي الكتب، لان كتير بحب اقرا وبحب كل انواع الكتب وبترسمي. وبرسم كمان. اصلا واحد من كادويات نوال جيب لي هون جبران هو اللي شجعني على البانتور وعلى الرسم، هداني كيت بانتور وهيك قلعت، لانه كل عمري بحب الرسم. جبتي له كادو لجبران ولا بعد؟ بلا. بالنسبه لك بتشوفي نوال هو يعني بس مطرح معين، يعني وقت معين تتجمع العائله، ولا عم بيصير لك تكونوا مجموعين اكثر برات نوال؟ أه بالعيلة ايه. لا نجتمع على طول، ودايما نجتمع، بس انه نوال فيها فرحة، فيها يعني في شيء مميز فيها. هي مناسبة. هي ما هي مثال للعيلة، هي بترمز للعيلة، لميلاد المسيح، بترمز لشيء كتير حلو. بقى بركي هو التجدد كمان، على امل لبنان كمان ان يرجع شاء الله يا رب، يتجدد. ان شاء الله يا رب. احلى غنيه لنوال كريسمس سونج؟ في كتير، انا كتير بحب اغاني نوال. معلقه عليها بتضلك تغنيها؟ يمكن قلبي مهيا مغارة اوكي. ترتيلي توقعت تكون شيء غير مثلا. شيء مثلا All I want for Christmas is you، او شيء هيك، شيء ماريا كاري او شيء هيك؟ لا ما أنا احلى قديمه يعني. غنية، ما أنا احلى غنية لنوال عندي. لا يعني هي قديمة، وهي بعدها باي ذا واي هذيك المرة طلع لي شيء انه بعدها هي توب 1 والله بالعالم لغنية نوال. أنا كتير بحب أغاني نوال. لا إلي نيلو ديفين أنفان، اوكي. لي زانج يعني بالعربي اللي كمان بنعرفهم نحن وصغار هول اللي صغار. بحبهم. اوكي عن اوكي. جد هول أحلى أغاني نوال لإلي. طيب وكريسمس موفي؟ بحضر شو ما كان، كرنجي مش كرنجي، شو ما كان كريسمس موفيز بحضر، شو ما كانوا، يعني بيكونوا كتير كتير بايخين وكتير بس حلو، لانه انا ما بحب الفيلم الرومانتيك، ما بحب بقى احضر. كنا شيء نحضر كل بيوجع شيء. القلب. ايه خلص في كتير اشياء بالحقيقه وبالواقع عم بتوجع القلب. بقول اذا بدي احضر فيلم خلينا احضر شيء بفرح تنقدر كمان نواجه الاشياء الصعبه. 100%. طيب انا رح اسالك سؤال هلا. النشاط كله بالبترون اللي بتعمليه والمتابعه كلها، وين رايحين على النيابه؟ لا لا لا، انا يعني ما بحب السياسه. إيه. بحب عندي اكيد يعني بحب لبنان كتير، ومتعلقة بلبنانيتي كتير. ومبارح كنت عم بقول لحدا انه بشكر الله اني خلقت لبنانية لكل الاسباب. بحب ثقافتنا، بحب تنوعنا، بحب هالبلد كتير. وانا حدا كتير باتريوتيك، وما في شيء مناسبة إذا كانت تدافع عن شيء أو عن قضية للبنان ما بحب شارك فيها. بس السياسة بحد ذاتها ما بحبها، بحب الأكثر العمل الاجتماعي والانمائي. آه اذا عندك مثل ماشين بتردك للزمن، لوين بترجعي؟ برجع لحضن خالتي يلي فقدناها من 5 سنين، ويلي هي يعني
عن جد نبع الحنان، يلي هي كتير حبتني وأنا حبيتها كتير. الله يرحمه. انا بدي اقول لك شعار البترون بعيوني، انا شايفه تطور، صار البترون بعيوني وبعقلي وبقلبي وبروحي، تعاطي هالوهج كله للبترون، اكيد مش بس بالعيون، بالقلب بالروح. أكيد أكيد. تعرفت على جبران أول مرة جيت على البترون، كانت البترون أكيد منا مثل هلا، كانت إذا بدك المازة بروت، بقى وكان كل وقت برا من السوق كله ويقول لي بدنا نرمم السوق، وبكره بتشوفي بده يصير احلى سوق. عم بحكيك من 30 تقريبا 30 سنه، 29 سنه، ومبسوطه انه اكيد فرحانت له لانه بيعشق البترون، مش بحبها. يعني اذا بدي اقول انه حدا معقول ينافسني على حبه، هي البترون. هي عن جد عنده ولكل القضاء، عن جد جبران اشتغل بكل قضاء البترون. اكيد المدينه اعطاها اكثر يمكن، بس عن حقيقه اعطى لكل المنطقه، وكان كتير بهمه. كان مفصول اعالي البترول مفصوله عن الجرد، مفصول عن البحر، عن الساحل، وكانوا يطلعوا من جبال، وكان هذا الشيء كتير يحرق له قلبه. وقت غير الوقت، يعني كانت كأنه مفصولين عن بعضهم، وانه يرجع يوصل الجرد بالساحل كان شيء كتير مهم له. هلا ماشي 10 دقائق بتكوني بالمدينه هون، وكله في ترابط صار. انا بدي اتشكرك على استضافتك، وبدي لك جويا نويل. ميرسي. واذا بتحب تقولي شيء. لا انا بدي لكم اهلا وسهلا بالبترون، وانا بشكركم كمان على استضافتكم، بتمنى كل مدينه، كل ضيعه يكون في اهلها يحبوها، بيلاقي واحد الطريقه انه يقدر يعمل مينيموم، لانه في عنا جواهر كتير بلبنان تستحق انه اهلها يحبوها ويطوروها ويشتغلوا. هلا في مدن كتير بس ما في الا جبران واحد. ميرسي لك. ان شاء الله بيصير في كتير ان شاء الله. ثانك يو. ميرسي لكم. ثانك يو. شوي نوال.